السلام عليكم اخواني واخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. غادي نشوفوا في هذا الفيديو الخبير طاهر سعدون، وهو كيتكلم على نوفل موسى واللي كان ملقب بسوفيا طالوني، وكذلك على التوبه ديالو، وغادي يهضر على بعض الاشياء بخصوص هذا الموضوع هذا وشي امور اللي ما عارفينهاش. فغادي نخليكم تستمعوا للخبير طاهر سعدون، وكذلك وهو كيتكلم على الموضوع ديال التوبه ديال نوفل وبعض الاشياء اخرى. وكما العاده ما تنسوناش اخواني واخواتي باللايك ديالكم، دعموا القناه بلايك بارطاج، الا ما كنتيش مشترك فاشترك في القناه، وهذا الشيء فضلا منكم ولا تبع امر، لان بصراحه المحتوى ديالنا هو محتوى نقي، محتوى هادف. ما كنديروا شي حاجه اللي هي خايبه، كنديروا شي حاجه اللي هي زوينه اللي كتفيد المجتمع، شي حاجه نقاشات، شي حاجه اللي نقدروا نستافدوا منها. فبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم تستمعوا لطاهر سعدون. وكان مثليا ما لو تاب، والفرحة ديالنا هي أنه أعلن توبته، ولكن راه كان مثليا. نعم، وتيقول هو بالنهار الجهار حتى ربي نزل عليه التوبة نعم. ولكن ما كنبغيوش نبقاو نذكروا بنا بالماضي باش ما يكونش هو هاد أي واحد تاب لا بد ما يجيري الماضي. فهمتي؟ خصو يجيري الماضي، لأن الماضي يبقى راكب عليه حتى من الأعداء، يبقاو يجبدوه بالماضي. اذا خصلو يلوح الماضي وراه ويشوف الحاضر والمستقبل ديالو ويجيري هذاك الماضي. يعني باش يقولوا ليه هذا وهذا وهذا يقول لهم ولكن ربي راه دابا كنت احسن وحس انني احسن. كاين الناس اللي يشكوا في هاد التوبه ديالو. لا كاين هذاك الشيء، كل شيء اللي دار في وسائل التواصل الاجتماعي كاين. انما نتمناو ان الامور تبقى غاديه بحال هكذا، ويحسن اكثر المظهر ديالو لتستتيب ايضا التوبه، ويحاول يتلاقى مع علماء اللي بحالهم بحال العلماء المغاربه باش يكون مسلما ويبتعد كثيرا على الاصدقاء ديالو. خصو يبتعد الاصدقاء ديالو باقي فيهم هذاك الشيء، الا كانت عنده علاقه على ما يشد الارض. الا ما كانت عنده علاقه مثلا باش يحاول حتى هما هو عنده متابعين بزاف. انا كان عندي معاه حساب هذاك. شنو هو هذا الحساب؟ اولا بعدا باش نقول لك كاين شوز. دابا كنشوف شي مقتطفات. خدا واحد المقتطف ديالي قديم، عقلتي عليه واحد بالخارج شفتو، وكيحلقوا على داك الشيء وكيديروا جديد. هذاك راه قديم هذاك. الشنآن معاه هو نهار تشد الدري ولدي، نهار تشد تقبط ولدي في روسيا، في اوكرانيا، في دانيتسك. خرج وقال هذا شوه بالمغاربه ودار المغاربه. ما عرفتش ولا ديما عنده موقف قلبت كاع باش نتعامل معاه مباشره. لولا ان السلطات التركيه شويه داك غنمشي عنده تما، لانه عنده الجنسيه التركيه، ولكن تسنيت انه يجي للمغرب. ما نخبيش عليك، كاين جوج الحوايج، يا هاك باش ما بغى. هو ممنوع من الدخول للمغرب، وحتى هو راه كان غادي يتعرض لما يدور في اصحاب التفاهه وفي اصحاب الرذيله واصحاب هذا، لانه هو معروف وعنده مشاهدين بزاف ومؤثر. ربما سمعت كانت عنده شكايات، سمعت انا كاين شكايات عند جد من الجميع، لانه كان يغير خلق الله. كيمشيو الناس لهذا وكيستدرجهم البنات وكل شيء وهذا، وكيمشي وكيلعب لهم الاجساد ديالهم تمايا عند اطباء الاتراك. وحنا راه عندنا حنا الاستيتيك هنا. لكن عجباتك هاد الخطوه اللي دار؟ وحنا ما نحسن من سيدي ربي الذي يتقبل التوبه. حنا مسلمين، ماشي احسن من الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم راه الناس كلها كانت كافره، راه كانوا كفار. هذا راه مسلم خرج حاول ان يخرج من الذمه، وكان يرى كمسلم انه لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال.
يعني لأنها ثابتة بحديث صحيح في البخاري. وملي كتعلن أي توبة راه يجب ما قبلها، يعني التوبة تجب ما قبلها. يعني في الإسلام واجب، باش الإسلام رائع. ما تمشيش مثلا تجيب واحد بحال ديانات اخرى من الديانه الشيعيه او المسيحيه، كتجيب صكوك الغفران وتمشي عند هذاك بوعمامه وتدور معاه وتعطيه الخمس، فهمتي؟ الانسان كيام ديال رزقك باش يتوب عليك الله، فهمتي؟ هادشي ما كاينش في السنه. وكاين الناس اللي غينتقدوني وغيقولوا لي اجدك تناقش مع سعدون هذا الموضوع هذا، وسعدون كبير على هذه المواضيع. لا هذا موضوع كبير، هذا موضوع كبير، لان هذا واحد ما يمكنش تكون مسلم وما تفرحش لهذه الخطوه اللي دارت السيد هذا. لا، انا كنفرح لهذه الخطوه، كنفرح لهذه الخطوه. وإلا كان سميتو انا كنسامحو ما صرح به على ملي كان الابن ديالي مشدود، كنسامحو بصدر رحب، وكنتمنى ان التوبه ديالو تكون حقيقيه جدا. وبالتالي اذا كانت توبه حقيقيه، واحد السيد قال لي شوف هذاك محال باقي دوك هذاك راه المعطيات غادي يبقاو وغادي دوز المده، راه غيربي الموسطاش وغادي، وانا كنصحو باش يربي الموسطاش باش يبدل داك اللوك ديالو. اللوك الموسطاش احسن حاجه باش يبدل الموسطاش، وهذا هو يدير واحد الموسطاش، وراه الموسطاش عنده راه مزيان. ومن بعد حيت هو كيدير دابا الماكياجات وكان كيدير داك البرودوي داك المصيبه الكحله في وجهه، كان بيض، كان وجهه بيض، معروف بانه بيض بدوك المواد الكيماويه، وباقي محافظ على اللياقه ديالو، والدري باقي شاب. انا كنعرف عليه شي حويجات ما بين السطور بانه غادي يقدر يدير عائله، ويقدر يدير وليدات، ويقدر بزاف ديال الحوايج. وكانت عنده مشاكل عائليه مع والديه، مع خوتو. هو دابا لا، تا والديه خصهم يسمحوا، اسمح لي، عائلته وخوتو خصهم يحتضنوه، ماشي يجيو يدفعوه، احتضنوه وجيبوه عندكم وشدوه. وراه ربما يكون احسن من الناس اللي تيقول لك انا ما عرفت شنو مشيت للجامع وداك الشيء، ممكن هو يكون احسن منهم. قلت انا دار معايا شنآن، وشنآن خطير جدا، لانه قال على ان الدري مثلا هذا ولا كذا ولا كذا، اذا كيمس بيا انا شخصيا اللي ضربت على البلاد، هو كيجمع في الفلوس. عائلته انا كنسمح له الا كان توبه النصوح، وعائلته يحتضنوا. راه ما كاينش ما اكثر من الاب والام، خصوصا الام ديالو، تحتضنه وتكبر به، ويبقى يلاصق خوتو الذكور وعائلته الذكور، ما يلاصقش العائله ديال النساء. يبقاو يفكروه ويبقاو داك الضحك وداك التخربيق، هذاك راه ماشي بكى، راه ماشي ضحك، راه بكى. ملي بداو يشدوا ليه هادي وكذا، والله الا تبدلتيك وبقيتيك، فهمت ديك الهضره خاويه. لا، ويربي الموسطاش باش يهرب لهم من القفه، يربي شي موسطاش ماشي بحال شنابو ديال الاتراك ديال دوك سميتهم. وكثير ما تكلمنا على هذه الظاهره اللي استفحلت بشكل كبير في المغرب، تكلمتي عليها. انا تمنيت ان هذوك اللي تشدوا يكونوا تابوا من قبل ما يتشدوش. كاينه مراقبه، كاين مسايره من العلماء ديالنا، مسايره من الفقهاء ديالنا، الا تابوا ولا شي حاجه راه ما يتابعوا حد، ما يدير معاهم جمعيات راه بعقلها ماشي هذا، ولكن يتوب، ماشي يتوب ويمشي يدير لنا شي مصيبه، يمشي يسافر مع هذا راه عنده الجنسيه التركيه، يمشي يسافر يهود الجنوب ويمشي يشد الشرق. كنتي درتي واحد المداخله في حلقات سابقه بخصوص تربيه الابناء، وتفاعلوا معها المغاربه بواحد الشكل. حتى دابا يتفاعلوا معاه، الا تاب يتفاعلوا مع المغاربه، واللي عنده شي نظره عليه يسامحوا، واللي دوز معاه شي فتره حتى هو يتوب الله، واللي كان السبب ديالو حتى هو يتوب الله، لان كيبان لي هذا ما عندوش هرمونات انثويه، فهمتي؟ يعني ما تزادش، يعني ما كنا نراه مكتسب ما بعد ولادته، متفقين؟ ما بعد. والمكتسب ممكن يتعالج، وراه هو اللي كيتعالج دغيا، هو اللي يتعالج دغيا شي شويه بعد الايحاء. الناس يعاونوه، ما يبقاو يشوفوه ويبقاو يديروا عليه هذا، لا، خصهم يعاونوه. كان واحد المره واحد اليهودي اسلم عندنا في مدينه اسابي، كان كيبيع الثوب، عنده سميه ديالو، عنده سميه هذه. اش داروا لي؟ كناو عليه سليمو زعما راه سلمتي سليمو، ماشي يشجعوه ويقربوا عنده، داو ليه سميه، هو يمشي لاسرائيل راه يهودي،
شكون الذنوب ديال من اللي حولوه من هذه السيد سلام ولا تا هو هذا وعائلته عرفتي اليهود وهذا كل ضده وهذا وبقى مسكين صابر سميتو سليمو كان في واحد القيصريه في شارع الرباط. الا بقى في الحياه كنحييه وكنحيي وليداته وإلا مات الله سبحانه وتعالى يتولاه وليداته كنسلم عليهم. شوف كيفاش كيجريو على الناس من رحمه الله. سليمو سهله هذه حتى اليهود تا هما كانوا كيقولوا لي سليمو زعما كيتهكموا عليه باش يرجع ورجع مشى رجع للديانه ديال الاسلام. تراجع للديانه ديال الاسلام سلام فروم تقهر ولاو كيسخروا منه وديالنا كيسخروا منه ديالنا ماشي يقربوا عنده يسخروا منه. بحال فعلا انا شفت شي تفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي كاين الناس اللي كتسخر من هذا السيد بحال لا ما خصهمش يسخروا منه. علاش؟ ما الوعي ما كاينش، الثقافه ما كايناش. كاين اللي كيقول لك اودي هذا دار شحال لهذاك الكلينيك ديالو، كاين اللي كل الكلينيك هو عنده ما عنده لا كلينيك لا والو. هو كيدير واسطه ما بين مؤسسات التجميل بحال اللي عندنا في المغرب وما بين الكليان كيتلقى لهم في المطار. انا كنت متبعو مزيان باش نعرف عليه بزاف والحمد لله انه تاب. متفقين؟ كيتلقى الناس في المطار كيديهم كيقوم بهم حتى كيديروا العمليه كيكون رونديفو هذه وكيديهم عند الاطباء اللي كيخليو هذاك لو كليون هذاك الباسيون كيرجع للمغرب وكيجيب ليه كليان اخر. يعني ما كانش كيغش بالعربيه ما كانش كيغش. وكانوا الناس كانوا شخصيات بارزه عندنا في المغرب تعاملوا معاه، شخصيات مشهوره. انا سولت عليه عدد من الناس كيمشيو لتركيا وكيجيو وسولت عليه مزيان بزاف تيقول لك انسان طيب. انا ما كنت كنبحث عليه من جهه اخرى الاصدقاء والناس اللي كيديروا لغايه في نفسك باش لا كنجمع عليه في الخيوط. انا سمعت باللي تيقولوا عليه انسان طيب، انسان كيتعامل. كاين بعض المرات كيتكفل بشي جنائز كانت في تركيا مثلا وخاصه تجينا المغرب ما عندهاش اللي يتكفل بها، ولكن راه واخا هكاك الله سبحانه وتعالى يقبلها. هو كيدير الخير رياء ويقدر القلب ديالو يكون شويه رطاب وهذا يقدر يدير خير، ولكن راه كارثه عظمى. راه اللواط راه يصل الى درجه القتل في الاسلام. فهمتيني؟ لا اللواط راه ماشي شي حاجه، راه انت تشوف تلقوا ليه اللاعب فضعص المغرب فضعصو كان ان طابو هادو ما علاش يبقى طابو خصو يخرج. لا اللي بلا الله كيستتر اذا ابتليتم فاستتيروا. وبالتالي هذه ظاهره نتمنى ان يكون واحد القافله ديال هادو اللي كيخرجوا لنا في تيك توك ومغاربه لا في الخارج ولا في الداخل يديروا بحاله ويشجعوه، وحتى الدوله المغربيه اللي بينه وبينه شي حاجه اعلن توبته فاحنا نسمحوا ليه دنيا واخره، بشرط انه ما يستغلش مثلا اعلان التوبه باش يمحي الامور الاداريه ومن بعد يدير لنا شي مفاجاه، لان ديما كيبقى عدم الثقه ما بين الاطراف، عامل شك، عدم الثقه بين الاطراف. وهذا كيوقع وانا ما كنتسناش منه يكون بحال هذوك الناس اللؤماء اللي شفنا منهم الرجوع بعد الاستفاده من بزاف ديال الحوايج. هذا نداء كذلك للعائلات نعاودوا نهضروا على باش الناس يرجلوا ولادهم، يعطيونا مجتمع مرجل، العائله براسها كتستافد. انا شفت واحد المراه عندها ولدها بحال الدري والليدات كتشوف ليه في عيني كيفاش كيشوف ولدها، فهمتي؟ معناتها انا ضربت عليه بحال هكذا شافت بكل الم، ماشي كتقول ما كتبينش بلي راه عادي، عارفه الناس كيشوفوا فيه بحال البنت. ولدها بحال الدري؟ بحال الدريه بحال الدريه بحال البنت. ومثير جدا ومهليه فيه ولبسه، ولكن الدري بحال البنت كيهضر بحال البنت كيتقدى عند السيد اللي كنت حتى انا بغيت نتقدم من عنده بنت وصافي. هو هذا الاخ هذا اللي على التوبه ديالو شوف واحد الخرجه في واحد الخطاب ديالو قال باللي انا كيتفرجوا فيا دراري صغار وما بغيتهمش يتبعوني حيت الفراغ كاين الفراغ الديني،
كاين الفراغ الديني. دابا ربما الدري اللي يتاثروا بيا حتى هما ويتبعوا طريقي. دابا الدري صغير كتسولو كتقول لي اركان الاسلام الخمس ما يعرفهاش. كاينه واحد السن هي اللي كتعرف لانها قرات وعرفت، وهذا مؤسف. هذا الشيء راه خطير جدا، وبالتالي الدراري ولاو كيشوفوا القدوه شكون هو اللي كيربح الفلوس. كيديروا الخواتم وداك الشيء يمنعوا اي واحد في المغرب فيه شي لوله ويجمع الذهب ويجمع داك الشيء ويديروا يبينوا لعباد الله والسلاسل، خصو يتشد. خصو يتشد لانه هو السبب باش كيدير الاستدراج للدراري والبنات، كيولي قدوه. شتي هذاك عاد هكا وشطح وترفح. كاين واحد الظاهره عاوتاني عندنا ديال البنات ولاو كيديروا اللايفات، وشي هضره كي دايره وشي وكيهضروا معاهم ناس واش حنا ما عندناش غير على بناتنا والجمال. صاحبي الجمال ديال الدريات ديال المغرب كيتشوه وكيدير واش باقي شي مغربي غيمشي يديها. المغربي غتقول لك انا ما عندي ما ندير المغربي. سيري يا اختي كاع ديري كوني انت من مولات الشانطه ونشوفوا كاش غديري لينا. ما قريتي ما زعترتي ما هادي ما هادي. كاين شي وحدين الانجليزيه كيعطيوها الصليه وجميلات، ماشي زعما الفلتر ولا شي حاجه، هما جميلات كيضيعوا. الا ما كانوش والديها في المستوى انهم يطويوها على هذه المسائل هذه، الدوله تدخل تطويهم، حيت الدوله راه هي المسؤوله ولو بالردع. علاش كاين الردع؟ شنو هو الردع؟ هو كتوقف واحد الحاجه عند حدها. والبنات دابا كيشوفوا هذاك الشيء وكيشوفوا شحال ربحات وهذاك الشيء اللي كيطلع. الاعلام السي سعدون عنده دور؟ الاعلام راه خصو ينبه، وعيا ما يغوت الاعلام. الاعلام الشريف ما كنهضروش الاعلام ديال التروطوار، كنهضروا على الاعلام الشريف، الاعلام اللي كيهبط عاوتاني لمستوى الشعب باش ينضجوا. شحال من اعلام دابا كيدموه لانه يتكلم مباشره بلغه الشعب ومع الشعب. هذا كله الاعلام راه كيدوي، راه ماشي ساكت. كاين الكريتيك، كاين هذا، كاين نقاش، كاين نقاش. لكن العلمانيين المنبودين وهذوك اللي عندهم تا ولادهم هكا وما كبروا هكا، هادو ما غيبغيوش باش تحيد هذه، لان هما فيهم الاولى. راه واخا يبان لك بالكومبلي يشوفوا في الليل، وهذه خدمتنا حنا درناها. كيبان لك قداشنا هو من بعد في الليل كتلقاه يتصيد الشبان. واش مساله فرغ منها؟ شنو المشكل؟ ولكن اللي اليوم معروفين مثلا ديال الاجانب وديال هذا كيبقاو يتساراو ويتصيدوا الشبان. فهمتي؟ كيجي عاد يقول لي فين كاين هاد لادريسا ويشوفوا يقول لي عافاك وريني الفورماسيون دو بيرمانونس، كيقصد دير لينا الشاب عوجوا على الطريق. اجانب على الخصوص بارزه، اجانب على الخصوص معروفين بالشذوذ الجنسي. ما كاينش شذوذ من جميع الاطراف، وكاينين شخصيات معروفه خصوصا في مراكش. فهمتي؟ اجنبيه معروفه دوليا. ثم الناس ديال الامن عندكم درايه بهذا الموضوع هذا؟ وكنعرفوا شي حوايج، لا الدرك ولا الشرطه، كل شيء. خصوصا اللي يديروا مثلا محاضر ويديروا تقارير وكيديروا، كاين شي حوايج خاص الدوله تحزم، بلا ما نبقاو ندركوا السما بالغربال. الا كنتوا كتخافوا ان هذه المسائل تعرف من دول اخرى، سيروا شوفوا التيك توك ديال هذيك الدوله كما كنوع. دخل على الدوله التيك توك ديالها وشوف واش كيديروا ديولاتهم. مصيبه كحله، مصيبه. هاد الجاره ديالنا كارثه عندهم باش ما حيت راه كيتبعوا هذا البرنامج باش يعرفوا كارثه عندهم في التيك توك تا هما. هذه ظاهره دوليه. الدين هو اللي كيفصل فيها. اللي متدين راه كيبعد من هذا الزعتر هذا، وسميتو العائلات اللي متدينه حتى هي يعني عندها المام بالدين، راه شويه كتحصن ولادها، كتشكم باش يطيحوا في هذا المشكل هذا. وهذا الشيء راه باين. الدري خصو يترجل كما قلنا، خص بنادم يرجل الدري، والبنت يستتها يأنتها اكثر. بالنسبه لهاد البنات اللي تكلمتي عليهم وكيديروا اللايفات او البثوث المباشره في التيك توك، الشباب اليوم اصبح متخوف منهم، تيقول لك بين غتزوج بها الشباب كدير لايف. والشباب ماشي خايف من هذوك، ولا خايف من كل شيء الا من رحم ربك. وعاد زيد هذه المصيبه اللي بغاو كيناقشوا هذا بغاو يخرجوها. اش غادي يوصلوا البلاد؟ يعني ولا عندنا العزوف على الزواج. ونتمناو ان هذه تقل شويه حتى المره الانتخابات. هذا الشيء تقل حتى المره الانتخابات غنكونوا حنا رابحين. فهمتي؟
اللي كيبغي الطرف اللي كيشجع هذا الشيء راه غادي يكون عزوف، والناس اللي ما انتخبوش في هاد الفتره الولايه السابقه، هاد الولايه هذه اللي قريبه تنتهي، يخرجوا من ديورهم ويمشيو ينتخبوا ضد اي واحد كيمس بالدين هو الاول. لان الدين هو الحصانه ديال هاد البلاد هذه. هاد البلاد راه ما تمشيش بدون بالعلمانيه، بالمرجعيه الاسلاميه، بدون مرجعيه اسلاميه، بدون مرجعيه ديال امير المؤمنين. فهمتيني؟ واخا دير المغربي ما عرفت كيفاش غير كدوي على هاد المرجعيه كيولي واحد اخر. ياك شتي نفاقوا لهم كلهم فين بتوصلونا كذا الدين العلماء. فهمتي؟ يعني كيناديو باش يكونوا علماء في المستوى، علماء كيناقشوا سماجستير جالس، اذا ناقش انت وعطيه، وديك الساعه راه يكون نقاش دابا على مستوى الجامعات لي فاكولتي وهذه والحمد لله كيبان ليا هذاك الشيء اللي قلنا ما تكبش في الرمله، وكاين تواصل، وبالتالي بحال هاد اللي كيتوبوا نشجعوهم، هاد الظواهر هادو اللي تاب نشجعوه، وكنصحوا باش يدير واحد الموستاج، ما يكونش داك الموستاج التركي داك شنابو، لا المغربي، يدير موستاج مغربي، وان شاء الله اللوك ديالو غيتبدل، المشيه غتبدل، الصوت ديالو غادي يتبدل. هو الصوت ديالو راك شتيه راه لي كورد فوكال هو اللي كيأثر عليهم باش يدوي بطريقه ديال النساء. كلشي غادي يتبدل ان شاء الله. وانا كان عندي كانوا قراو معايا وهذا راه متبدلوا مشاو خدموا وترجلوا وهذا وما عندهمش مشكل. تشوفوا تقول محال فلان اللي شفت انا ملي كان صغير، كنت انا كما قلت لك كنت كندافع عليهم، العائله ديالي راه عارفين كانوا كيتعرضوا للتنمر، هادو تزادوا بحال هكا، وكنت انا كان شويه ندافع عليهم، ممكن كنوصل لدرجات كنضارب على قبلهم. عادي كيبقى فيا داك الشيء، كيبقاو فيا صراحه، كيبقاو فيا بزاف. كتشوف الدري مسكين معذب في حياته، ضحايا الذات ديالو كتضارب من الداخل. عندك صحابهم كيبان لك كيضحك ولا شيء، ذاته في صراع، اتونسيون، ذاته في صراع، بارك عليه هذاك الصراع الداخلي. واللي بغى يمشي يقول لي صارحني، كما قلت لك راه درنا بحث بالدرك الملكي، درنا بحث في التيران مع السيده حيه من هنا اللي درنا، كنت كنمشي معاها ودرنا البحث ديالنا، مشينا كنعرفوا بزاف ديال الحوايج، دراسه. هذيك السيده ديال الضابطه راه دابا ضابطه في الدرك الملكي. شنو استنتجتوا من هذه الدراسه؟ بان المشكل ليس عويصا، ممكن ان يحل. هذا هو علاش كنبحثوا حنا. واحد الظاهره كاينه بدات تخرج الى العلن، كيفاش تحارب، كيفاش دير، اشنو خاصها، امكانيات راه كاينه فين كتمشي. انا ما قلبناش على الامكانيات، ولكن انا كنقول دابا الامكانيات كاينه فين كتمشي، فين كتمشي هذه الامكانيات. الفلوس كتلاح من الشرجم، حنا رجعوا لنا غير فلوسنا للصندوق، هذو اللي متابعين ومتهمين بزاف ديال الحوايج رجعوهم للصندوق. نرجع نقولوا مثلا كنقولوا اكثر من 100 مليون دولار، اكثر من 100 مليار اقلهم. الفلوس اللي رجعت هذه راه مقدرات، هذه نخدموا بها هذه المسائل، هذه نعاونوا بها عائلات، كاين بزاف ديال الحوايج. ماشي يسمعوا الفلوس دارت ويمشيو يديروا مشيت العيالات وكذا. يعيطوا لي انا نجبدوا والله، واخا يترجل تاعي واخا يتأنى تاعي نعرفوا. حرفتي راه كنقول لك دائما انا راه مختص في هذا الشيء. ما كاينش هذا اللي غادي يديرها غير هكاك. لا كاين، قالها كاين. شوف انا واحد المره باش نسولوا واحد المدينه سياحيه معروفه، وكانوا اتهموها بالسياحه الجنسيه وهادشي ديال الاطفال. انا كنت سولت واحد السيد قلت ليه سكن تما، قلت ليه كي داير، ولفتي لك البلاد هذه هو ماشي ولد تما، هو سكن تما مده، يعني الدراري المراهقه ديالهم دوزوها تما. قال لي شوف هكذا، قال لي ولاو الناس ما كيسولوش على البنت فين مشات ولا شي حاجه، كيسولوا على الدري فين مشى. ماشي الاغراءات فين وصلات. قال لي كل مره واحد من الدراري الصغار كيجيب 4000 ريال، انا ما غادي نديرش، ولكن هذه حقيقه ولو قليله. كيجيب 4000 ولا يجيب هذه ويخسر على الدراري لا كلاص وكذا وهذا يشريو. منين جاب 4000؟ فهمتي؟ يعني ما بغيناش هاد الامور تستمر، لان السياسيين ما عندهمش
واحد الاراده يخليو المغرب كيف كان في الثمانينات والتسعينات. واخا شويه تكون المراقبه من الوالدين. انا المؤسفيه السياسيين ولاو كيقلبوا على الاصوات، ما كيهمهمش شكون هو اللي صوت عليه. حتى الوالدين مسؤولين بشكل كبير السي سعدون. والوالدين راه مهم جدا في واحد الفتره. هذا الدري ملي كيمنع عليه شنو غيدير معاه؟ انا مشى تزير عليه غيقول لي غنمشي نتلاح قدام التران. فهمتي؟ ما كاينش. كاين تحياتي وكنسلم على انشاد ديال قروان. انا كنت كنحضر معاهم الجلسات ديال انشاد وهما الشعراء ديال الامازيغيين، الشعر الامازيغي، وكنت كنحضر ليه في منطقه قروان. وكان واحد مكنين ليه العسكري كنحييه وخصكم تسمعوا ليه، وكنبغي على الاقل اللي كيفهموا اللغه الامازيغيه يسمعوا لهذا العسكري اللي كاين في قروان، ومعروفين الناس ديال قروان انشادا مجهدين بزاف معروفين. وكان عنده واحد مقاطع تدوي على الدراري ولاد اليوم، بكات الناس كلهم. منها ملي تيقول لي ولدي دير هادي وهادي وهادي وهادي، تيقول لي انا ما بغيتش، انا عطيني ولا هادي ولا هادي، ولا لوح راسي في التران. الناس بدات كتبكي لان واقع تيقول ديال الابناء ملي كيكونوا في فتره المراهقه وتيغلبوا على والديهم على قد الحال، ثقافتهم على قد الحال، التعامل مع قد السن ديالهم مقارنه بالسن ديال هذاك الشاب على قد الحال. وبالتالي كنوصيو الناس يولدوا ولادهم صغار باش يكبر هو وياه. حتى لا دار ليه ولا يلقاه شاد يهزو كاع يجيب به دوره ويدير بحال كيلعب معاه. فهمتيني؟ يعني كاين شي حويجات اللي كتعطيك واقع الحال في المغرب. هذا العسكري ديال انشاد باقي عاقل عليه في كدا و90، ومثلا كان كيسمع كنحييه. راه بكى الناس وراه كاين، دخل اليوتيوب راه تلقاه. قلنا السيد ملي تاب الله سبحانه وتعالى، والله هو الاول ماشي الانسان. انت ما عندكش انا كنوصي تنقول لي ما يهمكش الرياء، ما يهمكش الناس الاخرين، الطرف الاخر. دابا شوف ملي كتكون السكون الروحي ديالك مع من كيتعامل مع رب الخلق، رب هذوك اللي ربما يتفلاو عليك، الله الرب ديالهم خالقهم. ما تتجرش وكمل. وكما قلنا رأي ربي المستاش، وانا راه كنسامحه اذا استمر في هذه التوبه ويبتعد عن اقحام اولادنا وبناتنا يمشيو يغيروا خلق الله. وهاد المجيه ديال الرئيس الامريكي ترامب غادي تكون ان شاء الله فاعل خير على المجتمعات التي تشتاق الى ترجيل المجتمع، وبالتالي تعطينا وليدات صحاح، وليدات مزيانين، وممكن ان البلاد تحتاج لهم عند الحاجه في الدفاع عنها ان شاء الله. اذا كان هذا هو نهايه الفيديو اخواني واخواتي. كما استمعتوا للخبير طاهر سعدون، يعني كنتكلم على التوبه ديال نوفل، وايضا هاد الامور ما كتبقاش غير عندنا حنا، راه واقع عند بزاف ديال العالم. اي واحد راه عنده تيك توك ولا الاخر كنشوفوه. وايضا كنتكلم على انها ايضا عند الجيران بطبيعه الحال كاينين بزاف. وغادي نقول الله يهدي ما خلق، لان هادشي ما يمكنلكش انك تغير داكشي اللي خلق الله. راه الانسان اللي كيغير راه الله يهدي الجميع. وايضا راه تكلم على بزاف ديال الامور اللي راكم سمعتوها. كنتمنى تكونوا وصلتوا معنا حتى النهايه ديال الفيديو، وإلا وصلتوا معنا حتى النهايه الفيديو كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده وموضوع جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.